يعقوب حنا. المعلم يعقوب حنا المفترى عليه، وهو صاحب أول مشروع لاستقلال مصر في عصرها الحديث، كما سأتكلم من الوثائق ومن أقوال المؤرخين المسلمين أنفسهم. لكن إذا كان في أي حاجة ضد أي مسيحي فنحن نضرب بعرض الحائط كل الوثائق وكل الأدلة، طالما أن هذا يرضي ما فينا من حقد دفين. ولد يعقوب في ملوي اللي هي ابن المنيا سنة 1745. تعلم في أحد الكتاتيب القبطية، تعلم الكتابة والقراءة وحفظ المزامير والألحان الكهنوتية، شأنه شأن أي واحد في ذلك العصر. أحرز تفوقا في اللغة العربية والحساب، النصارى كانوا مشهورين بحكاية الحساب. ثم تعلم اللغة الفرنسية وأتقنها، وعمل كاتبا لدى أحد المماليك يدعى سليمان بيه. عاش مع المماليك واختلط بهم، وأتقن الفروسية والفنون العسكرية، واشترك مع المماليك في معاركهم، وقد أخذ نجمه في الصعود حتى أطلق عليه لقب معلم. وكلمة معلم ده لقب كبير جدا، كان وقفا على العظماء ممن لهم مكانة، أو من يمتلك ثروة كبيرة، أو من نبغ في علم أو في حرفة أو صناعة. أتاحت الظروف للمعلم يعقوب فرصة نادرة لإظهار عبقريته ونبوغه، إذ لما جاء الفرنسيون إلى مصر وشتت نابليون شمل المماليك في موقعة الأهرام، هرب كثير من المماليك إلى داخلية البلاد، لكن أغلبهم اعتصموا في الصعيد. فجهز نابليون حملة تحت قيادة أقدر قواد يدعى ديزيه للقضاء على المماليك في الصعيد، وكانت الحاجة ماسة إلى شخص له مواهب متعددة إدارية وعسكرية وخبرة بشؤون البلاد وأهلها، فكان أن استعان الفرنسيون بالمعلم يعقوب. والنقطة هنا اللي تنسب لي ان ازاي ده يتعاون مع الراجل الفرنساوي اللي بيستعمر مصر. طب والأتراك بسلامتهم ما هماش مستعمرين؟ استعان الفرنسيون بالمعلم يعقوب، وقد حظي بمكانة كبيرة عند الأطراف كلها، بل لقد طلب إليه المماليك التوسط بينهم وبين الفرنسيين، كما كان يعقوب سندا لمواطنيه المصريين إزاء تجبر الفرنسيين في جمع الضرائب. وبينما كان يعقوب في الصعيد تطورت الأحداث لغير صالح الفرنسيين في الوجه البحري. كما قلنا فقدوا أصولهم في أبي قير بعد معركة بحرية، عاد نابليون إلى فرنسا، خلفوا كليبر، وكانت الخزانة خاوية، قطعت المواصلات مع فرنسا. بينما كان كليبر يحارب الأتراك في موقعة عين شمس في مارس سنة 1800، أخضع يعقوب ثورة في القاهرة نتيجة تسلل بعض الجنود الأتراك إلى داخل المدينة. في هذه الظروف وفي عهد كليبر بالذات، لأن كليبر له موقف أنه كان غير راض من الأصل أن نابليون يجيب الحملة بتاعته على مصر، وهذا الأمر واضح ومثبت في كل من كتبوا عن الحملة الفرنسية. في هذه الظروف ومع كليبر تمكن يعقوب من إقناع الفرنسيين أن يساعدوه في تحقيق حلم قديم له. لقد حرمت مصر ولمدة طويلة من جيش وطني. كان يعقوب مقتنعا أنه لا يوجد إصلاح
للأمة المصرية بدون جيش. انتوا عارفين ان دي الدعامة الأولى اللي عملها محمد علي، وتمكن من تأسيس مصر الحديثة كدولة. جيش من المصريين. قبل كده كان جيش ايه؟ جيش مرتزقة او جيش الاستعمار، ايا كان لون هذا الاستعمار. ما كانش فيه جيش وطني. مصريين ما بيدافعوش عن نفسهم. كانش فيه جيش وطني منذ غزوة الاسكندر الاكبر الكبرى للشرق. ده انسان متفتح الذهن. في تلك الاونة كان الاتراك يلعبون بعواطف الناس الدينية حتى ما يثيروهم ضد الفرنسيين، وحتى ما يحدثوا انقساما في وحدة الشعب المصري. بعد موقعة عين شمس اللي قلت لكم عليها في مارس 1800، وافق كليبر خليفة نابليون الذي لم يكن مؤمنا بالحملة على مصر من اساسها على فكرة يعقوب انشاء فرقة قبطية تتألف من 2000 مجند اساسا من الصعيد. واوكل كليبر امر تدريبهم العسكري الى ضباط فرنسيين فنيين، فاظهر الجنود الصعايدة اظهروا براعة. وعين كليبر يعقوب قائدا عليهم برتبة كولونيل، هي يعني عبارة اميرالاي بتاع زمان او رتبة عميد في المصطلح الحديث، في مايو سنة 1800. وما لبث مينو اللي بيسموه عبد الله مينو اللي اعتنق الاسلام وتزوج من مسلمة، ما لبث مينو هذا ان رقاه الى رتبة جنرال اللي هي فريق في مارس سنة 1801. وحينما وقع الفرنسيون معاهدة الجلاء عن مصر في 27 يونيو سنة 1801 وتخلوا عن القاهرة للأتراك، كان من المتفق عليه أن يسمح لمن يريد أن يرحل معهم من المصريين يرجع مع الفرنسويين إلى فرنسا. وبناء على ذلك فقد قرر يعقوب الرحيل معهم ومعه أسرته ومجموعة من الأصدقاء وفريق قليل من الحرس الذين حاربوا في حملات بونابرت، وأبحروا جميعا فوق السفينة الحربية البريطانية فلس تحت إمرة القائد جوزيف إدموند من الإسكندرية في 10 أغسطس سنة 1801. وبعد يومين 2 من رحيله أصيب بمرض فجائي لم يمهله سوى 4 أيام، وقابل الموت برباطة جأش في 16 أغسطس سنة 1801. وكان من الأمور المتبعة إذا واحد مات في عرض البحر بيلقوا الجثة بتاعته في البحر، لكن من أجل مكانته غمروا جثته في برميل نبيذ، وتمكن ذلك من حفظه حتى وصلوا إلى مرسيليا، وهناك احتفلوا بتشييع جنازته تشييعا عسكريا. احنا عاوزين دلوقتي نقيم موقف المعلم يعقوب. كما قلت لكم أن المؤرخين المنصفين يقرون أن المعلم يعقوب حنا هو صاحب أول مشروع لاستقلال مصر في العصر الحديث. من هؤلاء واحد أستاذ جامعي، أستاذ الدكتور محمد صبري السربوني. هو سموه السربوني لأنه هو الراجل ده أبعده الملك فاروق عن مصر، لأنه كان جريء وكان وطني ومصري، وصار أستاذا للتاريخ في جامعة السوربون في فرنسا. وأنا أتشرف أن أنا تتلمذت على يد هذا الرجل أيضا. الدكتور محمد صبري مات من حوالي سنة أو سنة وشهور قليل. يقول الدكتور محمد صبري السوربوني في كتابه تاريخ مصر الحديث الذي طبع سنة 1926، يقول عنه: في بداية الاحتلال الفرنسي التحق يعقوب بخدمة الفرنسيين الذين دخلوا مصر أصدقاء يحملون راية جديدة هي راية الحرية، وبارح مصر على رأس وفد مصري مؤلف من أعيان القدس، وكانت فكرته الأساسية مخاطبة إنجلترا في أمر استقلال مصر، لكن وفاته العاجلة في الطريق قضت فجأة على مشروع مفاوضتها
دول أوروبا في ذلك الاستقلال. ده واحد. الجمعية الجغرافية الملكية في مصر طبعا في سنة 1924 نشروا تحت عنوان مصر المستقلة مشروع سنة 1801، نشروا وثيقة من الوثائق اللي محفوظة في وزارة الخارجية البريطانية، وقدم لها باللغة الفرنسية أحد المؤرخين الفرنسيين الجبابرة اسمه جورج دوان. نصها يقول: والذي نود أن نذكره وننبه إليه هنا على ضوء الوثائق التي وجدت حديثا في محفوظات وزارة الخارجية الإنجليزية هو أن فكرة الاستقلال المصري التي نشأت في ظل حملة نابليون بونابرت كانت قد خطرت منذ فجر القرن التاسع عشر للمصريين، فإن واحدا منهم هو المعلم يعقوب القبطي أعرب عنها بلسانه، إلا أن موته قبل الأوان في أغسطس سنة 1801 حال بينه وبين عرض هذه القضية والدفاع عنها أمام وزارات أوروبا. وعندنا شخصية مؤرخ عملاق في العصر الحديث هو شفيق غربال اللي ابنه هو السفير بتاعنا في واشنطن. شاهد هذه الوثائق في الخارجية البريطانية ويقول: بعد أن شاهد هذه الوثائق بدأت بعد العثور على هذه الأوراق في تكوين رأي آخر في المعلم يعقوب وطبيعة علاقته بالفرنسيين. خدمات يعقوب للحكم الفرنسي من نوعين: خدمات من نوع ما كان يقوم به للفرنسيين جرجس الجوهري وملطي وبطائية وغيرهم من كبار رجال القبط، أساسها السعي للنفع الشخصي من جهة والخلاص مما كانت فيه البلاد من اضطهاد من جهة أخرى. وخدمات من نوع آخر أساسها التمهيد لمستقبل البلاد السياسي بالتعضيد المؤقت للحكم الغربي. وأول ما فيه تأييد يعود للتدخل الغربي تخليص وطنه من حكم لا هو عثماني ولا مملوكي، إنما هو مزيج من مساوئ الفوضى والعنف والإسراف. ولا خير للمحكومين ولا للحاكمين إذا اعتبرناهم دولة قائمة مستمرة. فرأى الجنرال يعقوب أن أي نوع من أنواع الحكم من مساوئ الفوضى والعنف والإسراف، ولا خير للمحكومين ولا للحاكمين إذا اعتبرناهم دولة قائمة مستمرة. فرأى الجنرال يعقوب أن أي نوع من أنواع الحكم لا يمكن أن يكون أسوأ مما خضعت له مصر قبل قدوم نابليون بونابرت. وثاني ما في تأييده للاحتلال إنشاء قوة حربية مصرية قبطية مدربة على النظم العسكرية الغربية. كان وجود الفرقة القبطية إذن أول شرط أساسي يمكن رجلا من أفراد الأمة المصرية يتبعه جند من أهل الصعيد من الفلاحين والصناع من أن يكون له أثر في أحوال هذه الأمة إذا تركها الفرنسيون وعادت للعثمانيين أو المماليك يتنازعونها ويعيشون فيها فساد. أراد المعلم يعقوب أن تكون القوة الحربية المصرية الجديدة مدربة على النظم الغربية، فكان سباقا إلى تفهم الدرس الذي ألقاه انتصار الفرنسيين على المماليك، أو قل إلى إدراك ما أدركه محمد علي بعد قليل من أن سر انتصار الغربيين هو في جودة نظمهم وبالأخص نظمهم العسكرية. ده كلام أستاذ الدكتور شفيق غربال، وده راجل مؤرخ مسلم، ده يعني تنيح منذ بضع سنوات عن شهادة عن المعلم يعقوب. لأن الأمر الذي نرفضه رفضا باتا أن أكثر المواطنين إخلاصا لهذا الوطن هم الأقباط. ننتقل الآن للكلام عن الأقباط في عهد محمد علي. محمد علي ده بعد رحيل الفرنساويين عن مصر ب4